المنتخب المغربي يواجه منتخب نيجيريا في دور النصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية في قمة من قمم هذا الدور بين المغرب ونيجيريا. نيجيريا بعد إقصائها للمنتخب الجزائري في الدور ربع النهائي الآن ستواجه المنتخب المغربي في مباراة قوية. المنتخب المغربي يدخل هذه المباراة من أجل التأكيد على فوز على الكاميرون في دور الربع. المباراة اللي قدم مباراة كبيرة ضد الكاميرون، يعني عازم أنه يأكد في هذه المباراة ضد منتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا منتخب ليس بالمنتخب السهل، شفنا في هذا الدور أنه من بين أقوى المنتخبات وأكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف، بقوة هجومية ضاربة بقيادة أوسيمين ولقمان وأدامز. يعني منتخب نيجيريا منتخب لا يستهان به. شفنا تصريحات المدرب المغربي وليد الركراكي اليوم في الندوة الصحفية، واللي أشاد بقوة المنتخب النيجيري والقوة ديالو الهجومية، وكذلك قال لك أنه يعني مستعد لهذه المباراة يعني بكل قوة. شفنا قال أنه غياب عزين أناحي عن هذه المواجهة يعني هو الغياب الوحيد للمنتخب المغربي في هذه المباراة. عودة نور الدين أمرابط يعني يقدر يشارك في هذه المباراة. يعني واش التشكيل اللي لعب به وليد الركراكي ضد الكاميرون يعني صالح لهذه مباراة نيجيريا، مع العلم أن مدرب منتخب نيجيريا صرح أنه يقدر يلعب بلوك با ضد المنتخب المغربي، قال لك حيث أن المغرب أنه كيلقى صعوبة في هذا الستيل من اللعب، بحيث أنه شاف مباراة ضد الكاميرون قال لك أنه الكاميرون يعني خرجت تلعب كرة أمام المغرب. شفنا الضغط العالي من لاعبي المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي فعلا أنه كيلقى صعوبة ضد المنتخبات اللي كترجع للوراء، وهادشي شفناه ضد تنزانيا وضد يعني مجموعة من المنتخبات اللي لعبها المنتخب المغربي. يعني كيلقى صعوبات ضد هاد المنتخبات، وهذا السيستم اللي تحدث عليه مدرب نيجيريا اللي قال لهم أنه يقدر يطبقوا في هذه المباراة. إذن هي مباراة قوية بين المغرب ونيجيريا. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي والتأهل إلى النهائي لهذه المسابقة لأول مرة منذ سنة 2004. نيجيريا يعني المنتخب المغربي اللي فاز عليها يعني سنة 2004 بنتيجة 1-0 بهدف يوسف حجي. والركراكي كان كلاعب، الآن كمدرب هل سيفوز الركراكي على نيجيريا بعد ما فاز عليها كلاعب؟ واش أنه يقدر يفوز عليها كمدرب؟ كذلك كاين مباراة مصر والسنغال من بين قمم هذا الدور النصف النهائي كذلك، ونقدر نشوفوا نهائي عربي بين المغرب ومصر يعني في نهائي قوي من هذه النسخة 35 من كأس الأمم الإفريقية في المغرب. كل